مسترجعا ذكريات الماضي، نجم النصر يسخر من نفسه بعد مواجهة هالاند. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. سخر إيمريك لابورت مدافع نادي النصر السعودي ومنتخب إسبانيا من نفسه بعد مباراة لا روخا أمام النرويج في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا يورو 2024. السبب في سخرية لابورت من نفسه كان تغريدة سبق له كتابتها عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بعد انضمام النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كان يلعب المدافع الإسباني قبل انتقاله في صيف 2023 إلى النصر. وكتب لابورت في يوم 10 مايو 2022 تعليقا على بيان مانشستر سيتي بالاتفاق مع بروسيا دورتموند بشأن ضم هالاند: سعيد لأنني لن أركض خلف هذا الشخص خلال السنوات القليلة القادمة، مرحبا إيرلينغ. لابورت أعاد نشر تلك التغريدة في فجر الاثنين مع صورة يحاول فيها الدفاع أمام هالاند خلال مباراة النرويج واسبانيا، والتي انتهت بفوز لا روخا بهدف نظيف وضمان بطاقة التأهل إلى يورو 2024. وكتب مدافع النصر تعليقا على تغريدته: لم يدم ذلك طويلا بما يكفي، مع تعبير للضحك، في إشارة إلى عودته لمواجهة هالاند مرة أخرى.